لو انت في حد ماسك عليك صور او فيديوهات، لو انت في حد عمل هاك على تليفونك، خد كل صورك الشخصيه اللي كنت ما تتخيليش انه حد يقدر ياخدها، لو انت بعت لحد فودافون كاش مقابل بضاعه وطلعت نصبايا، ما تقلقش، حقك موجود. وتابع الفيديو للنهايه عشان تعرف كل حاجه. يلا بينا. قناة كرول الشكر قناة بتتكلم عن أدوات المطبخ وبعض التحديات، علشان كده اسمها أدوات وتحديات كرول الشكر. يا ريت قبل ما نبدأ تدعمونا بلايك، اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. يلا بينا. مساء الخير عليكم واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده حلقتنا بره المحتوى خالص لكن مهمه جدا، لانه ده موقف حصل معي شخصيا. في شخص بعت له رصيد فودافون كاش، بعت لي بوليسة الشحن، بعت لي الفاتوره مختومه وكله تمام. ارن عليه، ارن على شركه الشحن، ما فيش. قعدت حوالي اسبوع على هذا الحال، لحد ما بصراحه قعدت ادور على جوجل، مباحث الانترنت، مباحث مش عارف ايه، لغايه ما وصلت وزاره الداخليه انه في مديريه الامن مباحث الانترنت تقدر تروح وتقدم بلاغ. وفي رقم اتواصلت معاهم اللي هو 104 خط ساخن كده، ردوا علي على طول. قلت لها يا فندم انا الامر واحد اتنين تلاتة وحصلت نصبايا، هل القانون ممكن يجيب لي حاجة ولا الكلمة الشهيرة بتاعت الافلام القانون لا يحكم؟ قالت لي لا يا فندم، هتروح مديرية الامن وتقول لهم على كل حاجة وتعمل محضر، وخلال ايام هيجيبوا الجاني من رقم الفودافون كاش، لأن رقم الفودافون كاش ده بيكون متسجل باسم الشخص، بيجيبوه من خلال الرقم أو الصفحة، الاثنين، بس الأقوى الرقم اللي أنت بعت عليه فودافون كاش. تمام. انت بتفكر دلوقتي ايه اثباتك؟ ايه اللي انت معاك؟ الكلام اللي انت على الصفحة ده اثبات قوي، قالوا لي كده. الكلام اللي على الصفحة طبعا ما تمسحوش. المهم رحت وقدمت بلاغ. طبعا اول ما دخلت لقيت ناس كتير منتظرة، اللي اخته بتتهدد، اللي كذا تهديد، خاصة للبنات، كذا تهديد من قبل الحوار ده على النت. اللي عمل هاك على تليفونها وخذ الصور كلها الخاصة والكلام ده، اللي تليفونه متراقب. شفت قضايا كتير الصراحة. يعني أنا لما كنت قاعد، أنت جاي تعمليها هنا وأنت جاي تعمليها هنا وكده. بس ده أنا كنت عايز أفيدكم بيه. يعني ربما حد يتحط في الموقف ده، أختي ولا أخوي، يقدر يتصرف إزاي. لكن في شروط على الموضوع ده. الشروط انك لازم تحاول تروح قبل الصفحة ما تتقفل. ده بخصوص لو حد نصب عليك طريق، يعني ابعت لي فودافون كاش وابعت لك البضاعة على طول شحن وكده. تمام. لازم تروح تكون الصفحة شغالة، عشان لو مش الصفحة شغالة هيقول لك لا، انت تروح المحامي يعمل لك طلب تتبع للرقم ديتي، هيجيبوه بس الموضوع ده هيكلفك اكتر يعني. لكن لو الصفحه شغاله الموضوع سهل جدا، هيجيبوه في ثواني، ايام قليله تلقى الموضوع خلص، ترد فلوسك تاني. طيب لو في بنت حد بيكلمها، معايا صورك، معايا مش عارف فيديوهاتك، ويشرح لها الفيديو، يثبت لها الفيديو، يبعته لها يقول لها اهو الفيديو، اهي الصور، ماسك عليك مش عارف ايه. الموضوع ده سهل جدا خالص. بتروحي مباحث الانترنت برضه في مديريه الامن تبع المحافظه بتاعتك، تعملي محضر وتحكي لهم على كل حاجه، وما تخافيش طبعا عشان الحاجات دي بتبقى سريه جدا. وما تخافيش، محدش هيسمع عن اي حاجه، ولا تقولي اكبر مخي لا اتفضح لا مش عارف ايه. انت وانت طالما ماشيين صح ما تخافيش من اي حاجه. تمام. واي تهديد ما تتهاونوش مع اي تهديد. اكيد احنا طبعا كلنا سمعنا بقضيه. تمام. في نقطه عايز اوضحها لكم برضو. انت لما تروح تعمل بلاغ لازم يكون معاك اليوزر بتاع الفيسبوك او ايا كان التواصل الاجتماعي، انستجرام، ايا كان، لانك انت هتفتح لهم هناك عشان يعمل لك محضر من خلاله، ياخدهم كوبي على الجهاز عنده او يعمل تتبع اللي بيعمل. ما علينا، المهم انه انت هتفتح الاكونت بتاعك هناك. طبعا ما تخافش من اي حاجه، لانه بيخلص الموضوع ويقفل الصفحه وشكرا. وحتى لو انت قلقان من الموضوع دي، انت ممكن اول ما ترجع البيت تامن حسابك، تلغي جميع الصفحات اللي تم فتح حسابك عليه. الطريقه دي سهله جدا، واللي ما يعرفهاش يكتب لي في التعليقات وانا اقول له عليه. تمام. بس ما فيش حاجه اسمها القانون لا يحمي المغفلين دلوقتي. القانون بتاعنا حازم جدا. القانون بتاعنا مش بيسيب حاجه بس انت تتحرك. مفيش حد هيجيب لك حقك وانت قاعد على الكرسي ولا قاعد في البيت. انت اللي لازم تتحرك وتروح تقدم بلاغك، وما تخافش من اي حاجة ولا تتكسفي من اي حاجة. الموضوع سهل جدا خالص وما يتم في سرية تامة. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. اي سؤال اي استفسار سيبولي في التعليقات. سلام.